أعزائي تلاميذ الصف الثالث الابتدائي، رجعنا لكم بدرس جديد في قراءة الصف الثالث الابتدائي، وهو الرفق بالحيوان، صفحة 24. هسه راح أقرأ مع الترديد. الرفق بالحيوان. رأى الإمام علي عليه السلام غلاما يضرب حماره بالعصا حتى سال دمه من أذنيه، فقال له، هذا المكتوب بالأحمر يتحدث عن الإمام علي، يعني هو الإمام علي. فقال له ارحم دابتك يا بني. قال الغلام هو حيوان لا يفهم يا سيدي. فقال عليه السلام أما قرأت القرآن؟ هذه علامة السؤال. علامة السؤال يعني علامة السؤال تجي وراء السؤال، هذه تسمى علامة الاستفهام. أما قرأت القرآن؟ أجاب الغلام هل ذكر القرآن الكريم ذلك؟ هل ذكر القرآن الكريم ذلك؟ قال عليه السلام ألم تسمع قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طير يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ندم الغلام وأخذ يبكي ويقول أستغفر الله أستغفر الله سامحني يا رب. هذا الموضوع واجبكم تكتبوه مرة واحدة بالدفتر وتقروا زين وتفهموه وتجون قارئ، وأقرركم إياه على السبورة أو بالكتاب. لازم تجون ضابطيه تماما. الدرس الآخر تمام؟ عافية.